بعد أن طغى وتجبر أصبح جيش الاحتلال بيستمتع بفضح الزيارات السرية للزعماء العرب لأراضينا المحتلة. تسريبات إسرائيلية تحدثت أمس عن زيارة لحفتر لإجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، واليوم يتم تسريب خبر آخر عن زيارة لمحمود السيسي إلى إسرائيل. إن السيسي مش هيدخل القافلة مصر، قد يستعين بحفتر، أكيد عمل اتصالات بحفتر. ضم لك اليابا مروحين صح له، أشهد بالله أن الجيش رد. على فكرة زيارة كان في زيارة لنجل حفتر، الزيارة الأولى من عيلة حفتر للأراضي المحتلة عدت على مصر، يعني دي الزيارة الثانية لحفتر. احنا خلاص أكيد احنا بنتناقش في محمود، هل هو محمود كان مع حفتر ولا لا؟ لكن الزيارة الأولى دي بتاعت نجل حفتر، والزيارة الثانية بتاعت حفتر ذاته. ومعروفة طبعا حفتر جندي حقير، بيدق حقير جدا، بتستخدمه مصر وإسرائيل والإمارات والسعودية لتنفيذ مخططاتهم القذرة والتي تحمل كل سوء وكل شر ليبيا. فطبيعي جدا حفتر في هذه اللحظة المفصلية جدا الأول يروح ابنه ويروح هو، ده وارد ان هو يحصل. قلنا لهم 1000 مرة وشرحنا لهم، يريدون أن يوصلوا حفتر. إيش سوى ولده اللي اسمه صدام حفتر؟ ولده أرسلوا إلى إسرائيل من أجل أن يلتقي بالسلطات الإسرائيلية. إيش عندك يا صدام؟ قال أنا باتي تو يبي يرشح روحه للانتخابات الرئاسية وما فيش حظوظ تو. طيب حبيب قلبي ايش تبغى يا بابا؟ قال لهم إذا وصلتوا بابا للرئاسة يا إسرائيل، والله بالبلد إذا وصلتوا بابا للرئاسة فسنعلن ليبيا دولة مطبعة، سنعلن ليبيا دولة مطبعة مع إسرائيل. طبعا لاحظ أنت الآن في كلمة أنا ما بستخدمها عشان أنا أعرف أنه في صغار وفي كبار وفي نساء وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الإمارات تقوم بهذا الدور مع إسرائيل، الإمارات تقوم بهذا الدور. أنا ما بدك إيش الكلمة، كل واحد يفكر. فالإمارات هي الوسيط، هي الوسيط شغالة مع السودان، سودانيين دخل مع السيسي خش، مع هذا خش. شيل التب يا صدام، تعال. قال أنا أبغى بابا عشان باتي يبي يصير الرئيس التو بيصير رئيس الجمهورية في ليبيا. ما بتوصل رئيس. بقول لك كده ليه؟ عشان بقول لك ان اسرائيل عندها قلق بالغ عن وضع السيسي واستمراريته في حكم مصر. الحديث بيتكرر للمرة الثالثة